يلعبها في المناسبات، فبيكون صيد سهل عند المدربين، وخصوصا المدربين الشطار اللي بيذاكروا كويس علشان يشتغلوا من ناحيه الشمال. متوقع الكلام ده في ماتش البنك الاهلي، واللي بيخلي المشكله دي اكبر شويتين هي وجود اشرف بن شرقي. بن شرقي لعيب على المستوى الهجومي ممتاز متميز جدا، بيديك حلول مختلفه وبيديلك متنفس مختلف تماما عن كل الكواليتي اللي موجود في الدوري المصري كله. ولكن اسهامات بن شرقي الدفاعيه قليله جدا، الشيء اللي بيخلي مأموريه احمد نبيل كوكا صعبه بزياده. وعشان نحل المشكله دي لازم نبص على محاور الارتكاز او لاعيبه نص الملعب الدفاعي. نواجه المشكله الحقيقيه عندنا بعد خروج حمدي فتحي وخروج ديانج وخروج كل اللعيبه القادره على استخلاص الكره وعندها شراسه في استرجاع الكرة والدعم اللي بتقدمه لاطراف الملعب. هتلاقي انك هنا خليت ظهيرينك سواء محمد هاني او الظهير الايسر ايا من كان مكشوفين بيلعبوا لوحدهم. الامر اللي بيتطلب من السردباك الموجود ناحيه الشمال في حاله احمد نبيل كوكا انه يضم عليه، وبالتالي المسافات البينيه ما بين الاثنين سردباكات او الاثنين مساكين بتكون واسعه وبيكون سهل اختراقها. وده الامر اللي حصل في اول 6 دقائق في مباراه المصري